يلا يا لولي لولي، احنا بقينا الساعة 7. صباح الخير، قومي بقى. مش عايزة أصحى. المدرسة بسرعة. اوه جبتلك اللبس، يلا بقى. يلا بقى يا لولي قومي. يلا 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 قومي قومي يلا. يلا حبيبتي. يلا يا لولي، يلا حبيبتي لينا. لينا. يلا يا ماما، يلا حبيبتي، يلا يلا عشان المدرسة. يلا. صباح الخير. يلا حبيبي، قولي صباح الخير لماما. صباح الخير. يلا قومي اقفي. قومي قومي قومي. على الحمام، يلا على الحمام. يلا. هنا انا دخلت عملت لها الفطار بتاعها عشان هتفطر. هي طالبه مني نوتيلا. عملت لها نوتيلا في التوست زي ما انتوا شايفين كده اهوت. فردته على العيش التوست كله. وهقطع لها عليه فراوله وموز. يا رب يعجبها. هي الاول هفطرها هنا، وبعدين هتاخد معاها منه في المدرسه في اللانش بوكس بتاعها. انا بفضل على فكرة الفاكهة، ما بحبش اديها حلويات عشان الحلويات دايما بتهيبر الاطفال. فانا مش بحب الحلويات والسكريات. بحب اديها الفاكهة الطبيعية تاكلها، بيبقى افضل واحسن للطفل عشان تركيزه يزيد وعشان ما يهيبرش من الحاجات دي. احنا دلوقتي عملنا التوست خالص. سيحنا عليه النوتيلا. وهنقطع دلوقتي. شلنا الورقة الخضراء اللي هي في الفراولة زي ما انتوا شايفين كده اهوت. هناخد الفراولة وهنقطعها اهي. الاول انا قطعت موز على النوتيلا، بيبقى طعمه على فكرة حلو قوي الموز مع النوتيلا. وفردتهم كده على على النوتيلا بالتوست زي ما انتوا شايفين. بقطعها ترنشات ترنشات كده اهوت. هي اهي خدت وقاعدة بتفطر على السرير. يا رب يكون عاجبها. بس انا شايفة من تعبيرات وشها ان هو عاجبها ومبسوطة. اهي صحصحتها. والمفروض ان احنا هنبدأ نلبس بقى عشان نروح المدرسة. انا عملت لها 2 غير اللي هي تاخدهم في المدرسة. وانا شايفة من تعبيرات وشها ان هي الحمد لله تمام ومبسوطة.